في مثل بيقول لك ان كل دقيقة بتقضيها في التخطيط بتوفر لك 10 دقايق في التنفيذ. وانا بقول لك النهاردة ان التصميم هي خطتك لتنفيذ شقتك. السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. لو لسه دي أول مرة تتفرج عليا فأنا المهندس إسلام فاوندر أوف سوتاج، وإحنا هنا بنقدم محتوى عن التشطيبات والسلسلة دي بالتحديد عن إزاي تستلم البنود بتاعة التشطيبات بنفسك من الصنايعي أو المهندس أو شركة التشطيب. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن التصميم، وهو هيكون أول فيديو في السلسلة بتاعتنا، وهو بنعتبره أهم فيديو في السلسلة. فعشان كده محتاج ان انتوا تبقوا مركزين كويس جدا لو انتوا هتبداوا التشطيب خلال الفتره اللي جايه، او لو انتوا فعلا بداتوا تشطيب ممكن توقفوا حتى كل حاجه وتتفرجوا على الفيديو والخطوات اللي فيه، وبعد كده ترجعوا تكملوا تشطيب. تعال اقول لك ليه ده هيكون اهم فيديو في السلسله بتاعتنا. بس قبل ما نقول النقط المهمه في التصميم، حابب اقول ان ناس كتير بتعتبر ان التصميم حاجة رفاهية ومش مهمة ومش بتفرق معانا كتير، او ان احنا بنهدر فلوسنا فيها على الارض وخلاص. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن 5 نقط بيتكلموا عن اهمية التصميم والفرق بين اللي بيعمل تصميم واللي ما بيعملش تصميم. هنبدأ اول نقطة بتاعتنا، وهي ان احنا هنستغل المساحة بتاعتنا انسب استغلال للبيت بتاعنا. وحابب اقول ان انسب استغلال مش معناه ان انا في متر مثلا في الفاضي في الشقه فلازم املاه بعفش او املاه بديكور، لا بالعكس. انسب استغلال في النقطه اللي انا عايز اوضحها دي ان هي انا ابقى فاهم احتياجي انا واهل بيتي في الشقه بتاعتي، بمعنى ان انا ابقى عارف ايه الستايل بتاعي في الشقه. وده المهندس الديزاينر هيساعدني بأسئلة أو بصور بيبعتها لي وبيفرجني عليها، هفهم احتياجاتي وطلباتي في البيت بتاعي والشقة بتاعتي، وهطلع منها الستايل المناسب ليا. زي مثلا الصور اللي احنا هنبقى شايفينها ديت قدامنا، ده مثلا الستايل الكلاسيك. ناس كتيرة ممكن تشوف ان هو ستايل قديم مثلا او ستايل فيه زحمة، وناس كتيرة هتبقى عاجبها جدا الستايل ده وهيبقى شايفينه انسب حاجة ليهم. وكمان الستايل مثلا المودرن او الستايل النيو كلاسيك، او مثلا الستايل اللي احنا شايفينه في الصورة ده، ناس كتيرة ممكن لما تشوفه هتبقى شايفة ان هو الصورة ناقصها حاجة ولسه مش كاملة. بس الستايل ده اسمه ستايل مينيماليزم، وده بيكون ستايل كل حاجة فيه قليلة جدا واستخدام قليل لكل حاجة، وفي ناس بتطلبه مننا بالاسم وبنبقى متأكدين ان هم بيبقوا عايزينه هو لما بيبعتوا لنا الصور بتاعته. هنيجي للنقطة التانية من الأهمية، لازم الديزاينر يكون دقيق في كل نقطة بيرفعها في الشقة، من أماكن للشبابيك وأماكن الأبواب وكمان الأعمدة. وده هيساعدنا جدا لو احنا اصلا عندنا فرش في بيت قديم وهننقله للبيت الجديد، ان انا بوزع الفرش بتاعي توزيع كويس عشان استغل المساحة بتاعتي واعرف انا هاخد معايا ايه او هستغنى عن ايه. ده في حالة ان انا هاخد الفرش بتاعي وهنقله. انما لو في حالة ان انا هجيب فرش جديد، فالديزاينر بيحط المقاسات الستاندرد اللي انا بنزل اشتري على اساسها الفرش، او اعمل الفرش اللي هو حطهولي كاستمايز واعمله عند نجار مثلا او معرض كويس. ثالث نقطة معانا، وهو ان التصميم هيخليني اقلل الاخطاء او اتفاداها، وخصوصا في بنود التأسيسات اللي هي صعب ان انا اعدلها، بنود التأسيسات زي الكهرباء والسباكة والتكييفات. والنقطة دي هنستفيد فيها ونشرح فيها شوية. طيب التصميم ازاي هيساعدني ان انا اتفادى اخطاء في الكهرباء مثلا؟ اغلب الناس لما بتبدأ تشطب بتستعين بالصناعية ان هم اللي يوزعوا لها الكهرباء والسباكة، وطبعا بيحطوا نقط عشوائية في كل مكان للشقة. وبرضو اغلب الشقق بيكون فيها النقط دي اصلا واخدينها جاهزة عشان الشقة بتاعتهم بتكون نص تشطيب، وما بيبقاش فيه اهمية للفرش اللي هيتحط. فباجي بعد كده لما افرش الشقة بتاعتي، وليكن مثلا بفرش اوضة ليفينج وبحط الانتريه بتاعي او الركنه بتاعتي، فبلاقي ان الكنبه بتاعتي غطت على فيش الكهرباء، فبضطر ان انا احط مشتركات
او ازود السلوك بتاعتي فبيبقى المنظر مش لطيف، او بيبقى عندي ان التلفزيون على بحطه عالي والفيشه بتاعته تحت فبرضه بتظهر السلوك بتاعتي. وكمان بتجيلنا مشاكل كتيره جدا ان المطبخ بيكون النقط فيه للكهرباء قليله جدا. فعشان كده التصميم بتاعي لما ببقى عارف ان الاوضه ديت ليفنج مثلا او ريسبشن هحط فيه انتريه، ببقى عارف مكان الكنبه بتاعتي هتبقى فين، وبحط في اول الحيطه واخرها فيش كهرباء، او حتى بعلي مستوى الفيشه بتاعت الكهرباء فوق الكنبه. وطبعا الكلام ده هنشرحه اكتر بالتفصيل في البند بتاعه، في بند الكهرباء. تاني حاجه وهي السباكه. ناس كتيره جدا لما بتيجي بقى لخطوه السباكه بعد طبعا ما اشترت خامات السباكه وجابت السباك، بتطلب من السباك ان هي بتبقى عايزه القاعده المعلقه، وما بتبقاش عارفه ان هي ليها تجهيز مخصوص. وطبعا السباك بيطلب خامات زياده وبتزيد عليه التكاليف. او كمان مثلا ما بيبقوش عارفين ان في فرق مثلا بين الشاور والبانيو، وما بيبلغوش السباك ان هم محتاجين شاور او بانيو، فهو بيأسس وبعد كده لما يجيب بانيو يكون التأسيس معمول للشاور، وده بيعمل اخطاء بعد كده ما بنعرفش نصلحها. فالتصميم بتاعنا بيخليني ابقى عارف انا هبقى محتاج ايه في السباكه. وطبعا اهم حاجه في المطبخ عندنا بنوزع التوزيع بتاعنا اللي هو مثلث الحركه، اللي هو مكان الثلاجه والبوتاجاز والحوض زي اللي احنا شايفينها في الصوره دي. اخر حاجه في بنود التاسيسات اللي هي مهمه جدا ان انا اخد بالي منها في التصميم وهي التكييفات. ناس كتيره ما تعرفش ان التكييفات بيكون ليها تاسيسات. طب امتى اصلا بحتاج ان انا اسس تكييفات؟ لما ببقى عايز احط التكييف في نص الاوضه او نص الريسبشن بتاعي، او بيبقى عندي مثلا الشباك بتاعي في الريسبشن او البلكونه عايز اخلي الستاره بتاعتي من اول الحيطه لاخرها، وده اللي بيخليني اعمل تاسيس التكييفات. ففي حاله ان انا ما عملتش التصميم وما عرفتش ان انا هنقل مكان التكييف واخليه في نص الاوضه او في نص الريسبشن، هاجي بعد كده اتفاجئ لما بعمل الستاير وابقى محتاج ان انا احط التكييف مكان الشباك اللي فيه اصلا الستاره اللي انا عايز احطها من اولها لاخرها. وهيطلع زي الصور اللي احنا شايفينها ديت مكان الستاره. بنزل الستاره شويه عشان احط التكييف، او التكييف هيكون المواسير بتاعته باينه. فكده التصميم بتاعنا هيبين لنا اماكن التكييفات، وبالتالي هبقى عارف ان البند بتاع التكييفات هيبقى محتاج له تأسيسات، وده برضه هنشرحه في بند لوحده وهو بند تأسيس التكييفات. نيجي للنقطة الرابعة وهي ان انا بشوف الشقة بتاعتي 3D كامل ليها قبل ما اعمل فيها اي حاجة. وناس بتبقى فاكرة هو ده اهمية التصميم، واحنا شرحنا نقط قبل النقطة ديت، ودي كانت النقطة الرابعة. لان طبعا مهم جدا ان انا بعد ما عملت سيف لحاجات كتيرة انا هعملها في الشقة بتاعتي بتخيلها كلها وبشوفها فعلا قبل ما ابدا التشطيب بتاعي، واشوف الحاجه الشقه بتاعتي متناسقه وشكلها كويس. بقدر اشوف الالوان بالاكواد بتاعتها اللي فعلا ان انا هروح اشتريها. الابواب كمان بعرف احط نفس الصوره اللي انا هشتريها. التصميم بتاعي السيراميك الجبسون بورد الكرانيش كل حاجه بعرف احطها في التصميم بتاعي. نيجي للنقطه الخامسه والاخيره من اهميه التصميم، ودي حاجه ناس كتيره برضو ما بتبقاش عارفه ان هي ممكن تطلبها، وهي ان انا ممكن اطلب من الديزاينر او المهندس المصمم ان هو يعمل لي كميات للبنود بتاعتي كلها. طيب ايه هي الكميات البنود وهتفيدني في ايه؟ كميات البنود دي يعني مثلا انا عندي كم متر محاره او كم متر نقاشه لو انا هعمل جبسون بورد او كرانيش، او لو انا هعمل بانوهات، او لو عندي ديكور خشب. الكميات دي كلها مهمه جدا جدا، ودي اللي هتخلينا نحقق كل الاهميات اللي فاتت دي كلها. فعادي جدا ان انا اطلب من الديزاينر ان انا عايز الكميات بتاعه الاعمال بتاعتي في كل بند من البنود. كده احنا قلنا الاهميات بتاعه التصميم في 5 نقط مهمين، وهنتكلم دلوقتي عن انواع التصميم. اول حاجه عندنا التصميم ال2 دي او اللي بنقول عليه دايما البلانات. بيبقى اول حاجه زي اللي احنا شايفينها في الصور دي، مهم ان احنا نطلب التصميم ال2 دي بتاع المقاسات او المساحات بتاعه الشقه بتاعتي اللي هي الطول في العرض. تاني حاجه الفرش بتاع الشقه، وزي ما احنا قلنا مهم جدا ان المقاسات بتاعتنا تبقى ستاندر، او لو انا عندي فرش يبقى نفس المقاسات بتاعه الفرش بتاعتي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون افدتكم. اشوفكم على خير.